تاني هنبدأ. احنا هنراعي في الشرح ان في ناس ما شافتش اصلا او نشأ قبل كده، متعرفش مكوناتها، متعرفش شكلها عامل ازاي، فهنبدأ الموضوع من الصفر. احنا طبعا عندنا ايه في مواقع او في بيئة العمل عموما، ايه قدرة البني ادم تعتبر محدودة باخر حتة. بس على فكرة الفيديو في فيديوهين اللي فاتوا كانوا صغيرين، عشان بس تأكيد غلط في الفيديو وقف تمام عن الشرح. اخر حته احنا طبعا عندنا في المواقع او في بيئه العمل عموما، قدره البني ادم دي تعتبر محدوده. في بني ادم يعرف يشيل 10 كيلو، في بني ادم يعرف يشيل 5 كيلو، وفي بني ادم يعرف يشيل كيلو. انت كسيفتي ليك تشيل لغايه 25 كيلو، كده انت في الامان تمام. اكتر من كده بتقف، ما بتشيلش اكتر من كده، ما تشيلش. البني ادم قدرته تتوقف عند وزن معين. فلو عندك معدة او جهاز او حمل، عندك معدة وزنها 5 طن، اكيد بني ادم مفيش بني ادم يقدر يشيل مفيش بني ادم يقدر يشيل 5 طن. فكده البني ادم مش هيعرف يشيل 5 طن. ونظرا طبعا لقدرة البني ادم انها محدودة، لابد من استخدام معدات الرفع داخل المواقع وداخل الشركات. طيب، معدات الرفع دي زي ايه؟ زي الونش اللي هو الكرين، زي موجود تحت على الشمال، الكرين الاصفر اللي جنبه مع يمين اللي هو الفورك ليفت او الشوكة او الكرارك. مسمياته عديدة. في اللي باللون الازرق ده هو اللي اسمه بوم ليفت. ده احد اشكال المان ليفتر. عندك هنا معدات الرافعة شائعة الاستخدام، تشمل الأوناش الرافعة الشوكية، معدات الرفع الأفراد، معدات الرفع تمام بتاع بلانكو والواتش. ده كده البلانكو، ده كده اللاتش. ده اسمه ستيزر ليفت، بيستخدموا في حمل الأفراد للوصول إلى الأماكن المرتفعة، اللي هو بوم ليفت والسيزر ليفت. عندي الرسمة اهي بتاعت البوم ليفت والسيزر ليفت، عندي الشغلة كلها اهي. كده أحلى كلام. عندي السلسلة اللي هي موجودة على السلسلة اسمها بلانكو، وكل بلانكو فيهم موجود عليه الحمل بتاعه. اللي على الشمال بيشيل 3 طن، واللي على اليمين بيشيل 5 طن. كل دي معدات الرفع.